السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مروة مجدي رباح، والنهاردة أول فيديو من سلسلة تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من الصفر. أول حاجة بنبدأ بيها تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية إن إحنا بنعرفهم على الألفابت. دي الألفابت اللي هي الحروف الأبجدية. عندنا في الإنجليش we have 26 letters، يعني عندنا 26 حرف. كل حرف يهمني أعرف عنه 3 حاجات أساسيين. أول حاجة the name of the letter، اسم الحرف ده اسمه إيه. تاني حاجة the sound of the letter، يعني صوت الحرف ده هو صوته ايه، انطقه ازاي في الكلمة. تالت حاجة how to write this letter، يعني ازاي اكتب الحرف ده. وطبعا هنا من حيث الكتابة بيبقى عندي شكلين، بيبقى عندي الكابيتال letter الحرف الكبير والسمول letter اللي هو الحرف الايه الصغير. وطبعا الحرف الصغير ده بيكون معتمد عليه في الكتابة إيه اكتر، ولكن لازم نعرف الاتنين ولازم نعرف الدايركشنز اللي هي الاتجاهات بتاعة الكتابة. أول فيديو النهاردة هناخد فيه letter A. 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 The name of the letter is A. اسمه A. A هيفيدني ايه؟ هيفيدني ان الطالب او الطفل اول ما هيشوف الحرف بالشكل اللي احنا هنتعلمه دلوقتي هيبقى عارف ان هو اسمه A. A كأني بعرفه اي حاجة حواليه، زي دي كورة، دي عربية، ده باب، دي قطة. لازم اعرفه اسم الشيء. هو هنا الحرف هو اسمه A. 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 طب لما يقابلني في كلمة بعد كده وابدأ أدمج الأصوات وابدأ أقرأ، الصوت الأساسي بتاع letter A هو إن صوته أه أه. يبقى إذا letter A صوته أه أه. يبقى احنا هنا عرفنا the name of the letter، اسم الحرف A. the sound of the letter أه صوته اه. فاضل تالت حاجة how to write، ازاي نكتبه. اول حاجة دلوقتي لما احنا نيجي نكتب يفضل طبعا يكون الكشكول او الكراسة بتاعتي ثلاثية الاسطر، عندي فيها 3 سطور بالانجليزي مادام طفل، مادام سن الطفل صغير. دلوقتي انا عندي ال3 سطور دول احنا هنرقمهم، ده line 1 line 2 وline 3. عندي 3 سطور. لما باجي اكتب اول حاجة لازم اعرفها ان انا بكتب up to down، يعني ايه؟ يعني من فوق لتحت. وطبعا بنكتب left to right برضو من الشمال لليمين. يبقى بنكتب من الشمال لليمين، واتجاهي بيكون ببدأ من فوق لتحت، ما بنكتبش من تحت لفوق ابدا، بنبدأ من فوق لتحت. طب انا في بداية الكتابة بعمل ايه؟ بعمل start point، باخد نقطة البداية. طب هنا في حرف ال A دلوقتي نقطة البداية هيكون ايه؟ الحرف الكابيتال دايما بيبدأ من line 3، من line 3 بتاع الحروف اللي هي الكابيتال الكبيرة. تمام، لازم أبدأ منها. فهاخد الستارت بوينت بتاعتي وليكن هنا على line 3. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل سلاش left. سلاش يعني خط مايل، left يعني اتجاه اليسار. سلاش left up to down من فوق لتحت. خلاص احنا اتفقنا ان احنا بنكتب من فوق لتحت. بعد كده بعمل سلاش ليفت. سلاش ليفت يعني خط مايل يسار. ومن نفس النقطة بتاعتي اللي هي الستارت بوينت برجع لها تاني وبعمل سلاش رايت خط مايل يمين. up to down من فوق لتحت. طيب انا بعد ما انزل هنزل اوصل لفين؟ هوصل للاين 1، لسطر واحد. تمام، اللي هو اول سطر عندي ما بنزلش ابدا تحته. سطر واحد ده خلاص مفيش حاجة بتنزل تحته من الحروف الكابيتال. احنا هنا بنتكلم عن الحروف الايه الكابيتال. يبقى A كابيتال باخد ستارت بوينت، بعد كده سلاش ليفت خط مايل يسار، سلاش رايت اب تو داون وخط مايل يمين، اب تو داون من فوق لتحت. بعد كده هاجي من النص عند لاين 2 واعمل داش. سمول داش. سمول داش يعني ايه؟ يعني شرطة صغيرة بتربط لي ما بين السلاش اللي هو اليسار والسلاش اليمين، بربط ما بينهم بداش. الداش دي بتكون فين؟ بتكون on line 2، يعني على السطر التاني بالظبط. المفروض ان هنا هي هتكون بالظبط على السطر التاني. تمام. يبقى تاني هبدأ بالستارت بوينت بتاعتي وليكن دي اهي الستارت بوينت. بعد كده سلاش ليفت خط مايل يسار، سلاش رايت خط مايل يمين، وفي النص بعمل سمول داش تربط لي ما بين الاتنين. سمول داش ها from left to right، من اليسار لليمين. بكتبها from left to right، من اليسار للايه لليمين. طيب يبقى ده letter A صوته A. طريقة كتابة A capital بالطريقة اللي احنا وضحناها دي. طيب بالنسبة ل A small، A small أي حرف small بيبقى بين السطرين. أنهي سطرين فيهم؟ ما بين line 1 و line 2. line 1
ولاين 2. الحرف السمول بيكون بين السطرين. في حروف بيبقى ليها زي لاين ممكن يطلع فوق السطرين او ينزل تحت زي التيلز كأنه ديل كده، ولكن اغلب الحروف او كلها لازم تكون ايه بدايتي فيها ان انا طريقة الكتابة السليمة ان هي تكون بين السطرين دول، ما بين لاين 1 ولاين 2. فبالتالي نقطة البداية بتاعتي او الستارت بوينت هتكون فين؟ هتكون بين السطرين، مش هبدأ من فوق، لا هبدأ من النص. طيب هبدأ من هنا. الستارت بوينت بتاعتي هنا مثلا من السطر التاني او تحتها بسنة حاجة بسيطة، وبعدين هعمل ايه؟ هعمل small half a circle. يعني ايه small؟ يعني صغيرة. half a circle يعني نص دايرة اهي، نص دايرة صغيرة بين السطرين، ملمسة مع السطر التاني والسطر الأولاني. تمام، كأني بعمل حرف السي اللي احنا هناخده بعدين، أو نص دايرة. نص دايرة. تمام، يبقى start point وبعدين half. small half a circle، نص دايرة صغيرة. وبعدين هعمل ايه؟ هعمل up to down line. يعني ايه؟ يعني خط من فوق لتحت، بقفل النص دايرة دي، بقفلها. وبعدين بعمل small tail. يعني ايه؟ يعني بعمل ديل صغير. الديل ده فين؟ الديل ده on line 1، يعني على السطر الأول، ما بينزلش تحت وما بيبقاش طاير في النص. تمام. تاني، الستارت بوينت بتاعتي اهي من لاين 2 او تحتها بحاجة بسيطة. بعدين هعمل small half a circle، نص دايرة صغيرة. بعمل line down. line down يعني خط up to down، يعني هو رايح لتحت، ببدأ من فوق لتحت. وبعدين بنهي بإني أعمل small tail، ديل صغير on line 1 على السطر. تاني start point small half a circle line down small tail. small tail. small tail بتاعي ولا بينزل ولا بيطلع ولا اي حاجة، هو بيكون ايه على السطر. انهي سطر؟ على ايه؟ line 1. تمام، يبقى احنا كده عرفنا في فيديو النهاردة letter A. اهم حاجة لازم ابقى عارفاها 3 حاجات. قلنا the name of the letter. name يعني اسم الحرف A. 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 the sound of the letter، صوت الحرف A. أ. أ. تالت حاجة how to write، ازاي اكتبه، سواء capital او small. capital بيبقى كبير، ببدأ الستارت بوينت بتاعتي بتكون on line 3، ولكن الحرف السمول بيكون البداية بتاعتي بين السطرين، بيكون الشكل محكوم شوية وأقدر أكتبه ويكون باين عليه طبعا ان هو مش capital، هو small. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حرف جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.